سألنا عن شاب اسمه إياز، وده وريث لشركات إنشاءات كتيرة جدا وغني جدا، عنده فلوس كتير ومع ذلك عنده مشاكل أكتر. وبالصدفة بيقابل بطلتنا جونيش اللي هيقع في حبها على طول. هيتقابلوا تاني، بس تفتكروا مقابلتهم دي هتبقى في ظروف تسمح لهم إن هم يكملوا مع بعض ويقضوا حياتهم سوا، ولا هيبقى في مشاكل هتبعدهم عن بعض؟ وتفتكروا المشاكل دي هيحلوها سوا، ولا بسببها هيتفرقوا ويكرهوا بعض أكتر؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهارده، فتابعونا للنهاية. وما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث مع بطلتنا جونيش، وبنشوفها وهي في المحل بتاعها، وبنعرف ان عندها كافيه، وبتجيلها صاحبتها جونسو وبتسالها هتعمل ايه، هتسافر لندن ولا هتفضل في اسطنبول؟ فجونيش بتقول لها انها لسه ما خدتش القرار ولسه مش عارفه تعمل ايه. وبنعرف ان جونيش كانت طالعه الاولى على المدرسه بتاعتها، وعشان كده المفروض المدرسه تبعت لها منحه لندن، فهي بتبقى واقفه متوتره وقلقانه وخايفه ان هم يغيروا رايهم ويقرروا ان هم يدوا المنحه دي لبنت تانية. وفجأة بيجي لهم بطلنا إياز، وجانسو أول ما بتشوفه بتفضل تتمسخر عليه لأن بيبقى شكله مبهدل تماما، وبتبقى مفكرة فقير لدرجة لما بيطلب مشروب من جونيش بيقول لها إن هو نسي فلوسه في العربية. بتمسخر عليه وبتسأله إذا كان عنده عربية أساسا، فبيسمعها وبيتضايق من طريقة كلامها. بيقرر إن هو ما ياخدش القهوة، بس جونيش بتروح وراه وبتفضل تعتذر له بدل صاحبتها، وبتطلب منه إن هو ياخد القهوة كهدية منها، فبيوافق وبياخد بعضه وبيمشي. وبنعرف إن هو غني جدا ومعاه فلوس كتير وعنده الشركة دي. وفي الناحية التانية بنشوف الأشخاص دول، وبنعرف إن هم أهل إياز، وبنشوف السيدة إسراء وهي بتلعب يوجا، وبنعرف إن هي أخته، وبعدها بتمسك صورة أمها وبنعرف إنها ميتة من زمان. وبنعرف كمان إن أبوها متجوز الست دي اللي بيظهر إنها قاسية في معاملتها لدرجة إنها بتفضل تتخانق مع الخدم عشان عملوا الأكل اللي جوزها كريم بيحبه، مش الأكل الصحي اللي هي بتحبه. وبنرجع تاني لجونيش وهي في الكافيه بتاعها، بتجيلها البنت دي وبنعرف إنها أختها، وبيظهر كده إنها عاملة لها مفاجأة لأنها بتفضل تترجاها إنها تيجي معاها لمكان معين، بس جونيش بتبقى رافضة لأن عندها شغل كتير، بس أختها ما بترضاش تضغط عليها أكتر. في نفس الوقت ده بنشوف إليز وهي بتقول لإياز على الأشخاص اللي بحثت عنهم عشان يجوا يشتغلوا في الشركة بتاعته، بس هو بيرفضهم كلهم وبيقول لها إن هو عايز ناس متفوقين طالعين أوائل في الجامعة بتاعتهم، مش أي أشخاص وخلاص. بتفضل تتمسخر عليه وبتقول له إنها عارفة إن هو بيدور على معجزة كبيرة مستحيل يلاقيها. بيتخانق معاها وبيقول لها إنها لازم تلاقي الشخص اللي هو عايزه بالمواصفات اللي هو عايزها، فبتسمع كلامه وبتسيبه وبتمشي. نرجع تاني لجونيش واختها بتقول لها إن احتمال كبير ما تتعينش في الشركة اللي بتتدرب فيها لأن المدير بتاعها طالب أشخاص عندهم مواصفات معينة، وإن هم لازم يكونوا جايبين درجات عالية في الكلية بتاعتهم وكمان يكونوا طالعين من الأوائل. وبنعرف في اللحظة دي إن أخت جونيش بتتدرب في الشركة بتاعت إياز. بتجيلها جونسو في اللحظة دي، هو بتقول لها إن أختها شاطرة جدا لدرجة إنها خلاص قررت إنها تاخد الماجستير بتاعها في لندن، بس مستنية المنحة بتاعتها. أختها قبل ما تمشي بتسألها إذا كانت ناسية حاجة ولا لأ، فجونيش بتعرفها إنها مشغولة جدا بالتحضيرات بتاعتها وأكيد مش ناسية أي حاجة. فأختها بيبان عليها الزعل وبتاخد بعضها وبتمشي. وجونيش بتقول لجانسو إن هم لازم يستعدوا عشان يحضروا حفلة عيد ميلاد أختها، وبنعرف إن أختها كانت زعلانة لأنها كانت مفكراها ناسية عيد ميلادها، وهي ما نسيتوش ولا حاجة، بالعكس دي بتعمل كده عشان تحضر لها مفاجأة كبيرة. وفي القصر بنشوف السيدة إنور اللي هي زوجة كريم أبو إياز، وإسراء بيظهر إن هي بتخونه لأنها بتفضل تتكلم مع شخص في التليفون وبتبقى مبسوطة لحد ما بيجي لها، فبتبدأ تتوتر وتسيب التليفون من إيديها على طول. وبنعرف من كلامهم إن هم عندهم ولد اسمه أوكان، وكريم بيسألها عليه فبتقول إن هو بيدرس مع أصحابه، وبتبقى أساسا بتضحك عليه. بتيجي الخدامة في اللحظة دي، فإنور بتقول لها إن عايز تشرب قهوة، بس كريم بيعترض وبيعرفها إن السيد إلياس جاي لبيتهم وهيشربوها هم الثلاثة سوا. وطبعا إنور أول ما بتسمع اسمه بتبدأ تتوتر وبيظهر كده إنها ما بتحبوش. بتيجي إسراء وأبوها بيسألها إذا أكلت ولا لأ، فبتبص لإنور وبتقول له إن بفضلها هي أكلتها كلام بدل الأكل. فإنور بتقول لها إنها ما عملتلاش أي حاجة وكانت بس عايزاها تفطر أكل صحي بدل ما تفطر أكل كل الدهون. بيتخانق معاها وبيقول لها إنها أكبر منها وزوجة أبوها ولازم تعملها بشكل أحسن من كده وتعتبرها زي أمها. إسراء بتتخانق معاه وبتقول له إنها مستحيل تبقى زي أمها، فأبوها بيتخانق معاها وبيسألها عن المكان اللي رايحه له، فبتقول له إنها رايحة للمؤسسة بتاعت أمها عشان تخلص الشغل اللي فيه. طبعا إنور بتتعصب وبتتخانق معاها، وبنعرف إن أم إسراء كان عندها مؤسسة خيرية قبل ما تموت، وعشان كده إسراء عايز تخلص كل شغل المؤسسة دي ومش بتسكت لها، تفضل تتخانق معاها وبتقول لها إنها كانت صديقة أمها المقربة وكانت أول واحدة تشغلها في المؤسسة دي، بس هي عملت إيه؟ ضحكت عليها لحد ما دخلت للبيت وأخدت جوزها منها. وأبوها بيتخانق معاها وبيطلب منها إنها تعتذر لزوجته، بس إسراء بترفض وأبوها بيضربها بالقلم، فبتزعل منه وبتسيبه وبتمشي. وفي الشركة إياس بيعرف باللي حصل في البيت وإن أبوه ضرب أخته عشان كده سابت البيت، فبيتصل عليها بس بيلاقي تليفونها مقفول. وفي اللحظة دي الباب بيخبط وبتبقى جايه له أخت جونيش اللي هي اسمها يامور. بتبقى إليز هي اللي جايباها وبتعرفهم كلهم على يامور بإن هي مساعدتها الشخصية. أول ما مراد بيشوفها بيتخانق معاها وبيقول لها إن المفروض مدير أمن الشركة دي وإنها لازم تبلغه بأي حد هتعينه، وما بيبقاش طايقها لأنها بتاخد قرارات من دماغها. وبيجرح يامور وبيقول لها إن هو متأكد إنها مش مناسبة للشغل ده، بس إليز بتقول له إنها ما أخدتش رأيه عشان تعرف إذا كانت يامور مناسبة للشغل ده ولا لأ، بس إياس بيهديه وبيقول إن يامور مساعدة شخصية مؤقتة يعني ممكن تمشي في أي لحظة. بس مراد برضه بيبقى متضايق بس ما بيقدرش يعترض بعد كلام إياس، وبياخدها عشان يوريها المكتب بتاعها وهما الاتنين قاعدين مع بعض.
بعض يامور بتفضل تعتذر وبتقول له انها ما كانتش تعرف ان إليز هتعينها معاها في الشغل على انها المساعده الشخصيه بتاعتها المؤقته. مراد متعصب منها وبنعرف ان في حاجه بينهم هما الاثنين، وهو اساسا اللي جايبها للشركه دي لانه بيحبها وبيسامحها على طول، ولما بيشوفوا حد جاي من بعيد بيبداوا يتعاملوا هما الاثنين على انهم اول مره يعرفوا بعض. في الناحيه الثانيه بنشوف السيد كريم وهو قاعد في المكتب بتاعه مع صديقه وبيظهر ان هو مريض وبينسى كتير، وصديقه بيبقى شاكك ان اللي بيحصل له ده بسبب زوجته وان هي عايز تخلص منه، والخدامه بريجيكا وبنتها بيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين مع بعض لان بنتها بتبقى بتقارن نفسها باسراء وبتبقى زعلانه انها اتولدت فقيره وخدامه على عكس اسراء اتولدت غنيه ومش بتعاني زيها. فبتفهم بنتها ان اسراء عانت في حياتها كتير وهي صغيره لانها كانت مع امها في العربيه اللي عملت حادثه وماتت فيها، وبتعرفها انها مستحيل تتمنى انها تبقى مكانها لانها شافت امها بتموت قدامها ومش قادره انها تعمل لها اي حاجه. السيد كريم في اللحظه دي بيطلب قهوه، ولما برجيك بتروح عشان توديها انور بتشوفها وبتقرر انها تطلعها وبتسمعه وهو بيتكلم مع صديقه الياس وبيقول له ان هو خايف يموت وما يديش لكل واحد حقه، وبتسمعه وهو بيقول ان هي واسراء هياخدوا نصيب زي بعض، انما اوكان مش هيكتب له اي حاجه لانه هيضيع الفلوس، واياس ابنه الكبير هيبقى المسؤول عن كل حاجه لانه الوحيد اللي هيبقى قادر ان هو يخلي العيله دي زي ما هي وما تفلتش نهائي، وبيأكد عليه ان مفيش حد يعرف بالكلام ده، وطبعا ما بيبقاش عارف ان انور واقفه ورا الباب وسامعه كل حاجه. واول ما بتدخل الاوضه كريم بيبدا يتوتر وبيقفل الخزنه على طول، وبيظهر ان هو عارف نواياها وانها متجوزاه عشان الفلوس بس بيبقى بيحبها، ولما بتمشي بترجع لاوضتها بتتصل على حبيبها وبتقول له ان كريم جوزها بيخطط لحاجه بخصوص الميراث، وبتعرفه انها خايفه ان هو يكتب كل حاجه باسم ابنه وفي الاخر ما يتبقى لهاش اي حاجه. وفي الشركه اياس بيطلب من يامور انها تجهز له تقارير معينه، واخته بتتصل عليه وبتعرفه مكانها، فبيسيب كل حاجه في ايده وبيروح لها وبيلاقيها قاعده جنب قبر امها وبتعيط، فبيحاول ان هو يهديها وبيتعصب لما بتقول له ان ابوها ضربها عشان خاطر زوجته انور، فبيبقى عايزه ترجع للقصر معاه عشان يتخانق مع ابوه، بس اسراء بتبقى متعصبه ومش عايزه ترجع نهائي، وبعد محاولات كتير من اخوها بتوافق انها ترجع. على الناحيه الثانيه جونيش وامها وابوها بيقرروا ان هم يعملوا حفله عيد ميلاد كبيره ليامور، وامها بتديها حلقه هديه بمناسبه انها هتكمل ماجستير في مدينه لندن، وطبعا جونيش بتبقى مبسوطه بالهديه اللي امها اديتها لها. وبنشوف اوكان وهو في المطبخ وبيكلم حبيبته، وبتبقى امينه واقفه وسامعه كل حاجه ومع ذلك بتبقى بتحبه وبتبقى نظراتها ليه كلها حب مع انه بيعاملها بشكل عادي. في نفس الوقت ده مراد بياخد يامور وبيروح لبيت اياز، ما بيلاقيهوش موجود وبيلاقي انور والسيد كريم، فمراد بيقول ان يامور جاي عشان تدي اياز التقارير اللي هو طلبها منها، ولانه مش بيثق في انور مراته بيقرر ياخدهم للمكتب بتاعه عشان يقرا التقارير براحته، وطبعا بتبقى متضايقه لانها بتبقى عايزه تعرف كل حاجه. بيجي الليل وانور بتبقى عازمه كل اصحاب اياز وكل اصحابها، وبتيجي اليز هي واخوها اللي بيظهر ان علاقتها كويسه بانور، وبتسالها على المساعده يامور اللي قاعده مع جوزها في الاوضه، وبتتخانق معاها وبتقول لها انها معرفاها قبل كده ان ما ينفعش تشغل اي بنات في الشركه وعايزه كل اللي تشغلهم يبقوا شباب بس. طبعا بتبقى خايفه ان اي واحد يضحك على كريم جوزها وتتجوزه زي ما عملت هي مع صديقه عمرها وضحكت عليه واخدت جوزها منها واتجوزته. بعدها بيبداوا يتكلموا على اياز، وبنعرف ان هو بيحب واحده بس سابته قبل ما يتجوزوا بمده بسيطه، وبيظهر ان انور ليها ايد في الموضوع، وبيجي اياز في اللحظه دي ويكون متعصب وبيسالها على ابوه، فبتعرفه ان هو في اوضه المكتب مع المساعده. بيطلع لمكتب ابوه ويفضل يتخانق معاه بسبب ان هو ضرب اخته اسراء بالقلم، وبيتفاجئ لما بيلاقي يامور قاعده فبيطردها من المكتب وبيقول لها تخلي مراد يوصلها، بس يامور ما بتسمعش كلامه وتفضل واقفه ورا الباب وبتسمع كل اللي بيقولوه. بس كريم بيهديه وبيقول له ان هو فعلا غلطان وما كانش ينفع يضرب بنته قدام زوجته انور، وبيقول ان هو هيروح لها ويطلب منها انها تسامحه. بياخد بعضه وبيروح لها وزوجته انور بتشوفه وبتبقى متعصبه لما بتعرف ان هو رايح يصالح بنته، وبنعرف في اللحظه دي وهي قاعده على السفره ان الشخص اللي بتكلمه هو اخو اليز لانه بيوقع العصير عليها عشان يتكلموا هما الاثنين براحتهم من غير ما حد يسمعهم. بيمسكها من ايديها وبيقول لها ان اوضه المكتب ما فيهاش حد ولازم يستغلوا النقطه دي ويروحوا يسرقوا كل حاجه موجوده في الخزنه. وفي الناحيه الثانيه اسراء اول ما بتشوف ابوها ما بترضاش تكلمه وبتمشي وبتسيبه. نرجع تاني لانور بتفضل واقفه على الباب على ما حبيبها يفتح الخزنه ويسرق كل حاجه موجوده فيها، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يفتكر الرقم السري لحد ما بيفتكره والخزنه بتفتح. بيطلع كل الاوراق الموجوده في الخزنه، وهما الاثنين بيتفاجئوا لما بيلاقي كريم كاتب كل املاكه باسم ابنه اياز اللي ما كانوش عاملين حسابه ان كريم يجي في الوقت ده، بس انور بتستخبى ما بيشوفهاش، ما بيكونش قدامها حل غير انها تمسك اي حاجه قدامها وتضربه على دماغه لحد ما بيغمى عليه. يامور بتبقى في المطبخ مستنيه مراد، ولما بيتاخر عليها بتقرر انها تطلع للمكتب عشان تدور عليه، وبتتفاجئ اول ما تدخل المكتب بتلاقي كريم مغمى عليه، وبيجي اياس في اللحظه دي وبيشوفها وبيفكرها هي اللي عملت كده، ومن غبائها بتمسك الحاجه اللي انور ضربت كريم بيها. بنروح لاهل يامور وبيبقوا مستنيينها لانهم عاملين مفاجاه كبيره بمناسبه عيد ميلادها، وبسبب انها اتاخرت بيكونوا قلقانين عليها. ورقم غريب في اللحظه دي بيرن على جونيش، ولما بترد بتتصدم لان الشخص ده يبقى من مخفر الشرطه بيقول لها ان اختها يامور اتمسكت بتهمه القتل، وطبعا امها وابوها بينهاروا وامها بتفضل تعيط لانها بتبقى خايفه على بنتها، بس جونيش بتهديهم كلهم وبتقول لهم انها هتروح وتفهم كل حاجه، وبتحاول على قد ما تقدر انها تطمنهم وان اكيد اللي حصل ده سوء تفاهم واختها بريئه. وفي المستشفى العيله كلها متجمعه وانور بتبقى عايزه كريم يموت لانه لو فاق هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لها لانه شاف اخو اليز وهو ماسك الاوراق، وطبعا اخو اليز لو دخل السجن مش هيسيبها وهيعترف على علاقتهم هما الاثنين. في اللحظه دي بتيجي اسراء وبتفضل تعيط، بس اخوها
ابوها بيحاول يهديها وبتبقى ندمانه انها ما قبلتش تسامح ابوها. وفي القصر الشرطه كلها بترفع البصمات اللي موجوده، والشرطي بيسال اخو اليزا اذا كان شاكك في حد، فطبعا ما بيصدق وبيقولوا ان هو متاكد ان يامور المساعده المؤقته هي اللي عملت كده في السيد كريم، لانها اكيد كانت عايزه تسرق اي حاجه موجوده في القصر. بعدها الشرطي بيسيبه وبيروح المطبخ وبيسال الخدم اذا لاحظوا تغيير في اي حاجه خلال الفتره اللي فاتت، فبيقولوا ان هم ما حسوش باي تغيير وكل حاجه زي ما هي. وبعدها بيروح لمراد اللي بيبقى في حاله صدمه ومش مصدق ان يامور حبيبته ممكن تكون عملت حاجه زي دي. ولما الشرطي بيساله بيقولوا ان هو ما يعرفهاش وانها متدربه جايه للشركه جديد. وفي المستشفى النور بتفضل تتخانق مع ابنها اوكان لانه ما بيبقاش مهتم بابوه سواء عاش او مات. وفي اللحظه الدكتور بيخرج وبيقول لهم ان هو حالته خطره وخضع لعمليه كبيره، واسراء بتفضل تعيط لانها بتبقى حاسه بالذنب وخايفه ابوها يموت لانه جه يتكلم معاها اتخانقت معاه. بنروح لمخفر الشرطه وجونيش بتفضل تترجى الشرطي ان هو يدخلها تشوف اختها، بس بيكون رافض وبيقول لها ان اختها متهمه في جريمه قتل ومستحيل يخليها بكل سهوله تشوفها. بيعرفها ان اختها حاولت تقتل اكبر رجل اعمال في اسطنبول، ويامور في الوقت ده